وصفتنا النهارده من المواصفات الصيفيه المميزه، هنعمل مع بعض احلى والذ ايس كريم ما شاء الله شكله والطعم زي الجاهز واحلى كمان. حاجه كده في منتهى اللذاذه والطعم، وتعملي في بيتك وتبقى عامله حاجه صحيه لاولادك من البيت. ولو لسه ما اشتركتوش اشتركوا وفعلوا زر الجرس، ويلا نبدا نشوف عملنا ازاي. قبل ما نبدا نسمي بالله ونصلي على حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد. واول حاجه دلوقتي هنجهز خليط الايس كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا كوبايتين من اللبن الحليب، وممكن عادي تستبدلوهم بميه، ومعلقتين من الحليب البودره. بس لو هتضيفي ميه هتستعملي 4 معالق من الحليب البودره، معلقتين كبار من السكر، والسكر على حسب الرغبه، وكيس من كريم كراميل، وكيس من الفانيليا. وهنقلبهم كده مع بعض، وهناخدهم نرفعهم على النار لحد ما الخليط معايا يسخن والكريم كراميل يدوب. وممكن تستبدلي خطوه ان انت تحطيه على النار بانك تحطي الحليب من الاول سخن. ودلوقتي بعد ما شلته من على النار هفضيه في بوله واسيبه يبرد تماما. بعد ما يبرد ادخله الفريزر ربع ساعه. وللخليط التاني هنحتاج كوبايتين من لبن الحليب، عليهم 4 معالق من الكاكاو كريم كراميل، ومعلقتين من الحليب البودره، و4 معالق كبار من السكر. الخليط اللي فيه الكاكاو بتزودي له السكر، اختياري تضيفي لهم مكعبين من الشوكولاته كده، وارفعهم على النار واضيف بوله. بسم الله، واسيبه يبرد تماما. وبعدها احطه في الفريزر ربع ساعه. معايا التالت طعم كوبايتين من الميه السخنه، واضيف عليهم معلقتين كبار من السكر، و4 معالق كبار من اللبن البودره، باكيت من جيلي الفراوله. اقلبهم كده لحد ما حبيبات الجيلي تدوب معايا. كده خلاص التالت طعم بقى جاهز. معايا هضيف بوله. بسم الله، واسيبه يبرد تماما. بعدها ونفس الخطوه هسيبه يبرد، وبعدها ادخله في الفريزر ربع ساعه. اللي سايباه في الفريزر هنجهز مع بعض الصينيه. حطيت فيها كيس ثلاجه بالشكل ده، او ممكن ورق زبده. انا طبعا هعمل صينيتين. هجيب اي نوع بسكوت ساده بالشكل ده كده، اي نوع احطه على دار عشان ما اجي اقطعه والوش اللي يبقى باين معايا. خلاص خلصت رص البسكوت. دلوقتي معايا الخليط اللي هو الفانيليا، هضيف عليه بسم الله الرحمن الرحيم نص كوبايه من الكريم شانتيه، واخفقهم كده بالمضرب الكهربائي لحد ما القوام يتقل معايا. ودلوقتي خليط الايس كريم فانيليا بقى جاهز معايا، هصبه على البسكوت. بسم الله الرحمن الرحيم. بس توزعيه كده بهداوه عشان البسكوت ما يتحرقش معاكي. كده خلاص اول طبقه بقت جاهزه معايا. بعد ما وزعتها احطها في التلاجة لحد ما اجهز الطبقه التانية. ممكن تعملوها طبقه واحده من الايس كريم، يعني ممكن تعملوها ايس كريم فانيليا وتكسري فيه بسكوت بدل الاوريو او اي بسكوت نوع شوكولاته، او ممكن تحطي فيها شوكليت شيبس وتحطي طبقه البسكوت التانية، وتبقى معاك كده ايس كريم وتش طبقه واحده. معايا هنا خليط ايس كريم الشوكولاته، واضيف عليه نص كوبايه من الكريم شانتيه، واخلطهم مع بعض لحد ما القوام يتقل. كده خلاص ايس كريم الشوكولاته بقى جاهز معايا، وده القوام بتاعه. شايفين كده هو ده القوام المظبوط. طلعت كده الصينيه من التلاجة، واحط كده الطبقه التانية من الايس كريم. ومش هتفرق ان كان الشوكولاته الاول او الفانيليا الاول، اللي انت حباه عادي، ملهاش ترتيب معين. ده بالراحه عشان الطبقتين ما يجوش على بعض، لان طبعا اول طبقه لسه ما تمسكتش خالص، احنا لسه عاملين دوبك سيبناها بس ارتاحت لحد ما جهزنا تاني طبقه من الايس كريم. كده خلاص الطبقه التانية من الايس كريم بقت جاهزه معايا. اوزع البسكوت على الوش بالشكل هنا، تخلي البسكوته الوش اللي فوق. وممكن عادي في الوصفه دي كنت تحطي بسكوت شوكولاته. كده خلاص بقت جاهزه معايا. اقفل وشها بستريتش عشان في الفريزر التلج في الفريزر ما يطرش معايا البسكوت. قفلتها ادخلها الفريزر اقل حاجه 6 ساعات، او ممكن تسيبها ليله كامله زي ما انا هعمل. دلوقتي معايا تالت طعم اللي هو طعم الفراوله. بسم الله، هضيف نص كوبايه من الكريم شانتيه، واكرر نفس الخطوه، اضربه في المضرب الكهربائي حوالي 5 دقايق. ودلوقتي ايس كريم الفراوله بقى جاهز معايا، هصبه على وش ايس كريم الفانيليا. انا عملت مقدار كمان من الايس كريم الفانيليا، وحطيت عليه كريم شانتيه، ووزعت على وش البسكوت. واقفل وش الصينيه بالبسكوت. كده خلاص بعد ما قفلتها بالبسكوت قفلت وشها بستريتش، وادخلها الفريزر اسيبها ليله كامله، وتاني يوم نقدمهم مع بعض ان شاء الله. ودي كده معانا ايس كريم الويتش بعد ما طلعناه من الفريزر. بسم الله الرحمن الرحيم. يفضل طبعا ان البسكوت كله يبقى نوعيه واحده، بس كان هنا خلص فكملته بباكيت بسكوت كان موجود عندي. والكيس بيسهل معاكي ان انت تطلعيه بالشكل ده كده. من الفرق اللي بين البسكوت اللي احنا قلنا تسيبيه عشان تعرفي تقطعيه كده. ودي كده شكل الايس كريم معانا، شايفين ما شاء الله شكله بعد ما قطعناه. شايفين ما شاء الله احلى ايس كريم ساندوتش ممكن تعمليه في البيت. طعمه احلى ايس كريم ساندوتش بمكونات كلها سهله وبسيطه وصحيه لاولادك. لو عجبكم وصفتنا النهارده اعملوا متابعه وشير عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.